السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب يكونوا بخير. برحب بكل المشتركين معايا في القناة، اخواتي وحبايبي، والمشتركين الجداد معايا اهلا وسهلا بيكم، شرفتوني ونورتوني. ولو انتي اول مرة تشوفي قناتي يلا بسرعة اعملي اشتراك في القناة وفعلي الجرس على الكل عشان توصلي كل الفيديوهات، وما تنسوش اللايك. ونبدأ بقى الفيديو بتاعنا بالصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النهارده بقى جايبه لكم طريقه كنافه، يعني من افضل الطرق اللي ممكن تعتمدوها على طول في الكنافه، في البسبوسه. معلش هي داخله على معايا كنافه عشان رمضان وكده. طريقه البسبوسه. بصوا دي من افضل الطرق اللي انا جربتها طبعا بعد تجارب كتير قوي مع البسبوسه، فدي كانت افضل طريقه بصراحه، يعني لو جربتوها هتعتمدوها على طول. بصوا عامله ازاي، يعني بصراحه طريه وماسكه نفسها كده، مش في مفروله وفي منتهى الجمال. يلا نبدا بقى ونشوف طريقتنا عملناها ازاي. متنسوش تحطوا لي لايك بقى وتشجعوني عشان انتوا بتنسوا اللايك وانا بزعل منكم قوي يعني. نشوف بقى ايه الصينيه دي عملناها ازاي. اول حاجه عندي انا بجيب نص كيلو دقيق سميد من عند العطار. اقول له عايزه نص كيلو دقيق سميد ساده من غير حاجه. بعد كده قبل ما ابتدي فيها هعمل العسل بتاعها علشان هي ما بتاخدش وقت يعني، فيكون العسل بتاعها جاهز. هنا هحتاج كوباية وربع سكر. العسل بتاع البسبوسة بيبقى خفيف، كوباية وربع سكر عليهم كوباية وربع مية. احاول كده احط المية بالراحة عشان السكر ما يجيش على الجوانب ويعمل تسكيرة يعني. كده من غير ما اقلب ولا حاجة، واحطهم على النار ومعاهم عصرة ليمون. هنا بقى هحتاج ايه للبسبوسة بتاعتي. عندي كوباية لبن، وكوباية كوباية وربع سكر، وعندي كوباية سمنة بلدي. وكمان هنا عندي ده عسل كلوكوز. لو مش متوفر عسل كلوكوز ممكن نحط عسل أبيض، عسل نحل يعني. أو ممكن لو عندك شربات تقيل بتاع كنافة أو حلويات يعني يكون بارد نستخدمه. هنا بقى هحط المكونات دي كلها عندي في كزرولة كده. اللبن، كوباية اللبن وكوباية وربع سكر، وهحط معاهم السمنة. هو المفروض يعني نحط كوباية الا ربع، بس ايه البسبوسة بتحب السمنة الزيادة، فانا حطيت دي كان مقدار تقريبا كوباية، يعني كوباية وربع كده. هحطهم كده كلهم مع بعض. وكمان هاخد عسل الجلوكوز، هاخد منه معلقتين كبار. عسل الجلوكوز ده بيديها كده زي المطة كده بتاعت البسبوسة اللي بنجيبها من بره يعني، بيخليها متماسكة في نفسها اكتر. وطبعا بيبقى تقيل كده وبيطلع بصعوبة قوي، بس بينزل يعني في الاخر. هاخد منه معلقتين كده واحطهم مع الخليط بتاعي دوت. وطبعا كمان عشان الشتا والجو برد فكان ماسك كمان بزيادة في البطرمان مش عايز يطلع. بنجيبه منين؟ بنجيبه من عند اي حد بيبيع مستلزمات الحلواني يعني. هحطهم بقى كده مع بعض واقلبهم على نار هادية كده، مش هغليهم، هما بس يا دوب يدفوا مع بعض كده لغاية ما يدوبوا، وبعد كده ايه انزلهم من على النار. كده خلاص كلهم دابوا مع بعض. بصوا يعني هي يا دوب دافية مش سخنة كده. اللبن والسكر والسمنة وعسل الجلوكوز كله كده مع بعضه ايه داب. هجيب بقى الخليط دوت واحطه على الدقيق السميد بتاعي. هنا بقى ايه النقطة المهمة عشان البسبوسة تطلع معانا ايه مرملة كده، متبقاش ناعمة. هقلب كده بالراحة تقليبتين بس كده لغاية ما الدقيق يشرب كل السوائل اللي عندي، ويكون كله اتغلف بالسوائل. ما نفضلش نقلب فيها كتير عشان الحبيبات بتاعتها دي ما تنعمش وتبقى عاملة زي العجين كده. بصوا يا دوب تقليبة كده بسيطة من تحت لفوق، مش اكتر من كده، لغاية بس ما كله يتغلف وخلاص. لكن ما نفضلش نقلب فيها جامد يا جماعة عشان ايه البسبوسة هتبقى عاملة زي العجين مش هتبقى محببة كده. هجيب كده من تحت لفوق بالراحة.
لغاية ما كلها تتغلف بقى بالسمنة والسكر، المكونات اللي احنا عملناها يعني. كده خلاص بقت جاهزة عندي، ومش هقلب اكتر من كده. قوامها كده ايه، لا هو تقيل ولا هو خفيف، يعني وسط كده. بعد كده بقى هجيب الصينية اللي انا هدخلها الفرن. هو طبعا يفضل تكون الصينية اللي هي بتاعت البسبوسة، بس انا مش عندي بصراحة. بس دي ايه يعني قضت الغرض. هدهنها بقى سمنة كده كويس، وانزل بقى ايه بالخليط بتاعي. طبعا هكون انا مولعة الفرن بتاعي، مسخناه. هي بتخش على درجة حرارة متوسطة، يعني بندخلها لما نشوف كده ان الجناب بتاعتي احمرت كده، فبكون بشغل عليها الشواية من فوق عشان الوش بتاعها كمان ايه ياخد لون. ما بنكترش فيها قوي في الفرن عشان ما تنشفش قوي مننا. كده بقى احط الخليط كله في الصينية وافرده بقى كده كويس. الخطوة برضو المهمة هنا اني بمسك الصينية كده اخبطها كده كم خبطة، عشان لو في هوا في البسبوسة يطلع، عشان ما تشققش مني بعد كده. هدخلها بقى الفرن. العسل كمان بتاعه بقى جاهز. دي الليمونة اللي انا عصرتها، نص الليمونة بحطها كده عشان برضو بتمنع تسكير العسل. وكمان بحط عليها، بزود معلقة سمنة في قلب العسل وكيس فانيليا. كده العسل بتاعي جاهز. البسبوسة بقى بتخرج من الفرن سخنة، والعسل بتاعي يدوب دافي مش سخن قوي، وراح ساقية بيه البسبوسة بتاعتي. طبعا عشان تعرفي ان البسبوسة كمان بتاعتك ناجحة، انها بتشرب كمية العسل اللي بتتحط بتاعها. بعدين ده مقدار العسل ده يعني ده مظبوط، يعني على قد الصينية، لكن لا زيادة ولا اقل. احط بقى العسل بتاعي كده كله عليها، واغطيها واسيبها لغاية ما تبرد. لازم اغطيها عشان ما تنشفش برضو. اهي طلعت بقى بالشكل ده بعد ما سبتها لغاية ما شربت العسل بتاعها وكنت مغطيها. هقطعها بقى، هتلاقوها اتقطعت معانا بسهولة، وطلعت كده كل قطعة، يعني كل قطعة بسليمة، مش مفرولة ولا حاجة، عشان طبعا المقادير مظبوطة ومشينا على الطريقة صح. بصوا ابني كان قاعد جنبي، يعني مش مستنيني لما اقطعها. قلت له استنى بس اما اصورها، اديني فرصة واللي انت عايزه خده. اهي بصوا بقى طالعة الخرطة كده ازاي، يعني سليمة كده وجميلة، وكانت طرية جدا وجميلة، والعسل بتاعها مظبوط، وكل حاجة كانت فيها بصراحة مظبوطة. الطريقة دي من أنجح الطرق اللي ممكن تجربوها، طريقة الحلواني فعلا الأصلية. اهي بقت بالشكل ده. بس كده خلاص، الفيديو بتاعنا خلص النهاردة. وما تنسوش بقى في اللايك وفي الشير واشتراك في القناة. أشوفكم على خير الفيديو الجاي. مع السلامة.